لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحال لوانەی 1418 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەم بەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئاز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بەڵێ خۆشەویستان وەکلوانی ڕابرز لە خزمەت دوایەتی پیرۆزەدا بووین. رب العالمین لە باسی ئیمانداران کەوا خوای گەورە فەرمووی إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ئیتر هەر لە وەسفی ئەوەندا دەفەرمی ئەوەی لە دڵیانە بەرامبەر یەکتری لە دڵیان دەردەینین دەبنە برا بە معنای کەلیمە. ئیتر وەکلوانی ڕابرد باسمان کرد لەو حەدیثی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئیمامی بوخاری هینایەتەوە لە دوای ئەوەی کەوا لە جەهەنەم نەجاتیان دەبێت لەسەر پردی سڕات دەپەڕنەوە ئەوجا لەسەر جسرێک لە بەینی بەهەشت و جەهەنەم ڕادەگیرێن. چی لە نێوانیان هەیە خوای گەورە تەصفیەی دەکا هیچ نەمینێ لە دڵیان بەرامبەر یەکتری. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أي حال كونهم إخوانا دبنا برا بمعنى كلمة يكونون على الأسرة على سرر متقابلين. هل يقلوانا لسر جيغاتي آماده كراوة بعضهم مقابل بعض جيغا كانشان برامبر يكتري ينظرون إلى وجوه جلسائهم. هل يقلوانا تماشاي مقابل كي خويدكا وهاني كالقلي دانشتنا ولا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. هیچ یەک لەوان تەماشا پشتی ئەوی تر ناکات تەماشای ڕوو ڕوخساری یەکترە واتە ڕوویان لە یەکترێکەوە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا لەگەڵ یەکتری زۆر منسەجیمن. تو کەسێک خۆش نەوی ناتوانین تەماشای بکەی بەڵام ئەوانە بەڵگە لەسەر خۆشەویستی نێوانیان هیچ شتێک لە دڵیان نەما بەرامبەر یەکتری هەر پڕ بە چاوی خۆیان تەماشای یەکتری دەکەن سبحان الله بەرامبەر یەکەن. وەکو سعدی دەڵێ دل ذلك على تزاور أهل الجنة کەواتە ئەو ئاتە بەڵگەی لەسەر ئەوەی کەوە ئەهلی بەهاشت زیارەتی یەکتری دەکەن واجتماعهم لەگەڵ یەکتر کۆ دەبنەوە وحسن أدبهم فيما بينهم چەند بە ئەدەب لەگەڵ یەکتریدا دەنیشن في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. چەند بە ئەدەب لەگەڵ یەکتر دەن هەر یەک لەوانە تەماشای مقابلەکەی دەکا پشتی تێناکە متكئين على تلك السرر لەسەر ئەو سەریر و جێگایانە پاڵیان دایتەوە المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجوهر أو جواهر. ئیتر ئەو جێگانەی کەوا ڕازاندرایتەوە ئەو جێگانەی کە ڕازاندرایت بە ئەنواع لؤلؤ و جەوهەر و بە هەموو شتێکی جوان خوای گەورە قسمەتمان بکە. لە حادی الأرواح ابن القيم دەڵێ فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. لو آتدا خواهي يقول كاتك ونزعنا ما في صدورهم من غل أوي لدليانا برامبر يكتري هيت نامينيك واتدلكان دقانا يكتري أو جا متقابل أو جا وجوه كانش برامبر يكترين بأشيوية بمعنى كلمة دبنا براي يكتري لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب أي لا ينال المتقين في الجنة أي تعب أو مشقة. سبحان الله أو متقيان كوادسنا بهاشت بهيج شويك مشقة زحمتنا من الأجيان وما هم منها بمخرجين أي وليس المتقون من الجنة بمخرجين أو متقين بهيج الشويك لو بهاشتدا درناكرين بل هم فيها دائمون
ببردوامي دمينينوا وكبغوي ابن عادل ضلين هذه الآية أنص آية في القرآن على الخلود كواتا أو آتا لقرآن بيروز بهشترين بلغية لوي كوا هتا دمينين ولا بهشت. ابن عثيمين قال أن الجنة من دخلها لا يخرج منها دفرمي أوي كوا بست بهج ليدر ناسي خواب خصمت ماك إن زاخ رب العالمين دفرمي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. واتا هوال يان بيبدا يا رسول الله هوال ببندكاني من بدا خبرا جازما مؤكدا هوالي شان بيبدا هوالي شي زور راست ودروست بالتأكيد أني أنا الغفور الرحيم أي أنا كثير المغفرة لذنوبهم إذا تابوا بيان بلي ببندكان مرابقين أني أنا الغفور واتب مغفرته ليبردونم يكزار زور لبقنا كان كاتك واتوبة دكن وإني لغفار وكل سورة طادف لمن تاب وإني لغفار لمن تاب أو كوا توبيدك لوي ليش دفرمي مغفرة خواي جور سبحانه وتعالى يكزار فراوانا إذا تابوا كواتا بيان رابقين مغفرتي من يكزار فراوانا لبو قناه كانيا كاتك وتوبة دكن فأستر ذنوبهم مغفرتي بمعنى أودي فأستر ذنوبهم قناه كان أستر دكم وأتجاوز عن مؤاخذتهم وهروا مقابل بقناه كان الشان سزان نادم لو يدفن من مغفرة بمعنى الستر والتغطية والمغفرة فهو معنى دي وتهم ستري دكا دايدا بوشي وهروها عدم المؤاخذة شي لقل داواتا حسابي شي لقلناك نبئ عبادي أني أنا الغفور بيان رابقين كوا مغفرة من يكزار زورة لبو أو كساني كوا توبة دكن دان دبوشم سزان نادم وهو الرحيم كثير الرحمة بهم إذا استقاموا رحمة يكزار زور برام ببنداني كوا راس ريدبن ومن رحمتي لازم رحمتك أني لا أعذبهم على الذنوب بعد توبتهم منها كواتل بشي رحمتك خوي جورة لازم لي رحمتك خوي جورة أويكوا لسر تاوان كانيان عذابيان نادم باش أويكوا توبة ذكن ديار مناسبة آتي قالوا بيشترك أبي حيان ضلي لما تقدم ذكر ما في النار وذكر ما في الجنة لا أتكان بيشترك خوي جورة باسي أو حالي كركوالة جهنم هي أو حالتي كركوالة بهشت هي أكد تعالى تنبيهه للناس وتقرير ذلك وتمكينه في النفس كواتا أو زالير دا خوي سبحانه وتعالى باز لو حقته دكا كوا أقدار ما دكاتوا وباب التقرير برياري أو حالة دا تاكل النفس دول دلون كان دا مزري وكو السعديد عليه لما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار كواتا لدوائي كوا باسي لبهشت جهنم كر كوا والدك بترسي لجهنم والدك رغبة تبي لبهشت ذكر ما يوجب ذلك من أوصاف أوزالا باس لو صفاتاني خويدك لونا وبيروزاني خويدك كوا لنتيجي أويا كوا خوي سبحانه وتعالى هند غفور رحيم زهر تساوي لرحمتكيتي بلام خاوني عذابي شبه ايش وآزاري شا دبلي بترسي يتدفن أن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم أي وأخبر عبادي أيضا ببندكان مرابقين يا رسول الله أن عذابي لمن أصر على الكفر والمعاصي لبؤو كسانك ومصرا لسر كفر قناه تاوان فلم يتب منها أو إكوا توبي لناك لبوي عذاب من هو العذاب الموجع الكثير الإيلام بين رابقينا لبؤو كسانك ومصر لسر قناه تاوان كفر عذابي خواهي سبحانه وتعالى عذابك كوا زور بإيش وآزارا فليحذروا أسباب عذابي دي بأخوام فارزن له أو هو كاراني كوا دوساري سزاي خواهي قوريان دكا وليقبلوا على التوبة والإنابة إلي دي با رولة توبة بكانوا رولة خواهي قورة بكانوا أو رجال بقر نبر كوا
دەیانجێڕتۆ لای خوای گەورە سوبحانە وتعالە. مناسبە و ئاتە لەگەڵ پێشتۆ شەوکاین دەڵێ کاتێکەوە خوای گەورە سوبحانە وتعالە فەرمای بە پێغەمبەرەکەی کرد صلی الله علیه وسلم بەوەی کەوە خەبەر بداتە بەندەکانی نەبی عیبادی ئەنی ئەنە الغەفور ڕەحیم کەوە بەڕاستی موژدەیەکی یەکجار گەورەیە. ئەمەرەه بأن يذكر لهم شيئا مما يتضمن التخويف والتحذير بەڵام لەگەڵ ئەوەش دەفەرمی ئەوشیان لێ باز دەکات کەوا پێیان ڕابگەینی کە ئینسان دەبی ئاگادار بی و بترسێ حتى يجتمع الرجاء والخوف تاوەکو ڕەجابوون بە ڕەحمەت خوای گەورە و لە مقابلشدا ترس هەبی ويتقابل التبشير والتحذير قورئان پیرۆز مەثانیە کەواتە هەم مژدە هەم ترساندنی تێدا ليكون راجين خائفين تاوەکو ئینسان مسلمان لە بینی خەوف و ڕەجا بێ کە فعلا وەکو زانان زۆر جوانیان هینە کەوا خەوف و ڕەجا وەکو دوو باڵن لە بۆ ئینسان کو تیر دوو باڵی هەیە خەوف و ڕەجا پێویستە لەگەڵی بەردەوام هەر باڵێک لە باڵەکان بشتێ ناتوانی بفڕی. لە حەدیثێکدا کە بوخاری مسلم ڕواتی کردە ئەبی هوڕێرە دەچێت خوای ڕاز دەفەرمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ئەگەر ئیماندار بزانی کە الله تعالی چ عقوبە و سزایەکی هەیە ما طمع بجنة أحد بەڕاستی ئەگەر ئیماندار بزانی خوای گەورە چ عقوبە و سزایەکی هەیە هیچ کەسێک چاوی لە بەهەشتەکەی نییە ناتوانی بگاتە بەهەشت ئەگەر کە باز لە عەزاب دەخا. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ئەگەر کافریش بزانی کە خوای گەورە چ ڕەحمەتێکی هەیە ما قارنت من جنة أحد هیچ کەسێک مەئیوس نابی لە ڕەحمەتی خوای گەورە کەواتە بەڕاستی ئەو تەوازنە زۆر مهمە. سعدی دەڵێ فيه أن العبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة پێویستە ئینسانی ئیماندار دائما لە نێوان ترسان لە خوا و ڕەجا بە ڕەحمەتی لە بینی چاوی لە بەهەشت بی لە جەهەنەم بترسێ. فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه کاتێکەوە بیر لە ڕەحمەتی پەروەردگار دەکەوە لێبوردنی جود و سەخاوەت و چاکەکانی أحدث له ذلك الرجاء والرغبة لو حالتي براستي رغبتت هي يعني زۆر چاود لە ڕەحمەتە فراوانەکەیتی. وإذا نظر إلى ذنوبه بەڵام کە تەماشای گوناه و تاوانی خۆی دەکا و تەماشای تەقسیری دەکا لە حەقی پەروەردگاری أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها لە مقابلدا بەڕاستی دەترسێ ئەو ترسە شوای لێ دەکا کەوا دەست لە گوناه و تاوان هەڵبگری. ئالوسی دەڵێ ابن عطاء دەڵێ هذه الآية إرشاد له صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الإرشاد أو آتى رينشاندان لبيهم صلى الله عليه وسلم كواكو رينشانداني خلشي بي كأنه قيل وكو بيقترا أقم عبادي بين الخوف والرجاء بندكاني من بوشي والب ككوال لنيوان ترسو لنيوان رجابا ليصح لهم سبيل الاستقامة إلى الطاعة تاوكو أقل بين خوف ورجابي راس طريد بي لسر طاعتي خواهي قولا فإن من غلب عليه رجاؤه عطله أقل بس رجاءت برحمة خواهي قولا بكوازور بي خلق تنها لولا أنا لو حالتي براسي تعطيلي ذكاء هيت كردوي ساقنا دي خواه برحمة بلا من غلب عليه خوفه أقنطه أو كوا خوفي خوال سري زور مسلطة أيش به وادا بلا رحمته زور مهمة خوف ورجاء تبي أو أندا خوفتها بك بتجيرتو لجناه تابان أو أندا خوفتها بك أجر جناش كرزو بقري ولا إخوي جورا وهروها أو أندا رجاء هواو آوات برحمة إخوي جورا بي كوا كردوا بكي بنيازي وإخوي جورا بهشتت بيبخش لمقابل ده. ابن عثيمين دري قارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى أو آتى مقارنة بكرة قالوا آتى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم لسورة المائدة نوتوش لو عندنا عقاب كيف بيشيخ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم لرزد في النبي عبادي أن الله غفور رحيم بس مغفرة كيف بيشيخ ضلت تجد بينهما فرقا فعلا فرق هي لو آتي خوای سبحانه وتعالى فرما پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوا نبئ ببندکان مرابقینا بوی کوا بوشوی وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم ليردا كذا فرمي ببندكان مرابقينا ليرا مغفرة ورحمة بيش يخسترا لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل لبرو إيرا مقصود سيا ما بس سيا صفة خواي قورا ببندكان مرابقينا فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان لو ليردا ما بس كوا صفتي پروردگاريان پيرا بگينا كوا رحمتي خواي گورا غالبة
سابقة بسر غضبكي. بلام لسورة المائدة ذكرت عقيب أحكام عظيمة أو آتا كوا يعلم أن الله شديد العقاب كوا لير عذابك فيش خستال سورة المائدة أو آتا هاتيا لدواي باسكرين سن أحكام شي جرنج قد يخل بها المرء باش أو أحكامنا لو أنا لزي بذكرني أحكامك إنسان براستي خلالك بيدابك فقدم فيها جانب التهديد لو اللي عندنا التهديد كوا فيش خستال ئاگادار بە خەلەل لە جێبەجێکردنەوە ئەحکامانە مەکە. لە مەجموعی فتاوى دەڵێت دلالة على أن المغفرة والرحمة هي من صفات المذكورة بأسمائه كاتو بلغيه مغفرة ورحمة خواهي قورة لصفات أسماء كان خواهي قورة أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاه ولوازمها كواتا براستي لێردا باس لە ئیسمی خۆی دەکا کەوا لە پێداویستەکانی ئیسمەکەی چییە؟ مەغفرەت و ڕەحمە نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه بحكمته كواتا بەڵام عذاب لە مەخلوقاتەکانیتی کەوا لە بۆ حکمتێک خوای گەورە عذابیشی هەیە بەڵام ڕەحمەتەکەی لە پێداویستی ناوەکانیتی کەواتە طبعا ڕەحمەتەکەی مەغفرەتەکەی لێخۆشبوون و جود و کەڕەمەکەی با بڵێن لە پێش عەذاب و لە پێش سزاکانتی چاومان لە ڕەحمەتی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە و هەروەها لە عەذابی خوای گەورە دەرسێن لەبەر گوناه و تاوان تەقسیرمان لە خوای گەورە دەپاڕینەوە بەو تەوازونە بڕۆین هەتا وەکو خوای گەورە عاقبەتمان خێر دەکا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون